كونتخ لا فيزيت دو العريفي. ما متفقينش العريفي يجي للمغرب. العريفي ما عنده ما يدير في المغرب. العريفي ما عنده ما يقرينا. العريفي ما عندوش علم، ماشي عالم. العريفي ماشي دكتور كما يدعون. العريفي سعودي كيعاود في الخريف البيتة. ما عنده ما يقري. اصلا هو ما قاريش باش يقري. ولا عنده شي قرايه. انا تنتحدى هاد العريفي ديالكم نتوما اللي عارضين عليه. كنتحداكم بجوج، كنتحدى اللي عارضين عليه وكنتحدى العريفي. الا عنده شي علم وعنده شي فهامه عافاك يمشي يفيد بها السعوديين ويخلينا ويقريهم باش يتحضروا شويه، يوليو يسيروا العصر. اما احنا في المغرب فنحن سنوات ضوئيه، عندنا سنوات ضوئيه ديال السبق بالنسبه للسعوديه. فاذا كان السي العريفي وانتم اللي عارضين عليه كتفكروا بانه عنده ما يقري، سيروا عاونوه تما يقري السعوديين. خليه الا كيعرف الاخلاق يقريهم للسعوديين، ما يبقاوش خارجين صاعرين من بلادهم تيديروا في الفاحشه. خليه يخلي السعوديه تولي بحال في الدرجه ديال الميريكان ديال الدول العظمى. خليه يرد السعوديه بلد في القائمه، في راس القائمه، في حقوق الانسان، في الواجبات، في التقدم كله. خليه يخلي السعوديين يوليو علماء ديال بصح. شنو هما العلماء بصح؟ العلماء بصح ماشي هما اللي كيفتيو لينا الهرطقات ديال القرن السبعة ويشرحوها كيف ما بغاو على شهوتهم. العلماء ديال بصح نعم سيدي هما اللي كيبحثوا في العلم وكيجيبوا بالدليل وبالبرهان اختراعات جديده اللي كتفيدنا في الحياه. فاذا هو يمشي يدير هادشي في السعوديه، وإلا قدر إلا دار هادشي وشفناه بعينينا نعرضوا عليه ديك الساعه ونتصنتوا ليه. السعوديه بلد غني، تقريبا نقدروا نقولوا هادي شحال من سنه، نقدروا نقولوا تقريبا 70 ولا 80 سنه هادي باش السعوديه غنيه بزياده. شنو صايبوا؟ وريونا واحد الحاجه اللي نفعوا بها البشريه. شنو كيصدروا لينا؟ كيصدروا مرض العصر اللي هو الارهاب، وكيصدروا اشكال العريفي ولا اشكال بلادن. هادشي اللي كيصدروا. فاحنا في المغرب مع قله الامكانيات وكل مشاكلنا، انا كنقول العريفي احنا كنعرفوا احسن منك، احنا نقريوك فاش ما بغيتي التقوى، بغيتي احنا المغرب. انا كنوجه لكم واحد الفكره، واحد النداء. الحج ما تحتاجوش تمشيو ليه، لان احنا عندنا بلد الصالحين. اجوا نتوما حجوا عندنا، فاحنا عندنا فين يتحج. فالعريفي نقترح عليك تمشي تقرا، سير تقرا. وإلا بغيتي تقرا مزيان قرا عندنا حنا في المغرب وضرب دوره في العالم. شوف المغاربه يقريوك الشجاعه ويقريوك الشرف ويقريو لك شنو هي الحياه. وانا وحده من المغربيات نقريك، غنتفضل عليك تطوعا بشي وقت ونقريك. نقريك عبر الانترنت، ولا لا جيتي هنايا نقريك فشي تاخذ درس. نعطيك دروس هكا باش تفهم. مثلا تفهم شنو هي المراه، تفهم شنو هي المراه اللي كنقولوا لها حنا المغاربه المراه ونص. المراه اللي كتطلع الجبل مع 5 الصباح، المراه اللي ما كتعبدش الراجل، المراه اللي ما كتلبسش العبايه ديالكم، المراه المغربيه الحره. فانت ما عندك ما تقرينا، احنا نقريوك. فاذا المحاضرات ديالك راه ما محتاجينهاش، وما تجيش تكذب لينا على الناس البسطاء الطيبين ديالنا بهذيك الهضره الخاويه. وانتوما اللي عارضين عليه
نتوما عارفاكم واش باغيين، نتوما عندكم برنامج وبغيتو توصلوا لشي حاجة وبغيتو هداك الشي ديال تقبلوا دوك السعوديين ويدوروا معاكم شوية، وداك الحيس وداك ديك السعاية وداك القبح وداك التمسكينيت وداك التصغير وداك قلة داك الدل، باش تسرحوا رجليكم على لي بوفغ ماروكان اونيت كي نو ميريت با سا. اي بيان تنقول لكم الزمان ديال داكشي راه فات، ما غينفعكمش، فديروا لراسكم الشان وعقلوا تعقلوا شويه، تعقلوا، لان الهبال والبلادة ما غاديش تنفعكم، وهبل تربح ما تنفعكمش، فالعريفي ما غينفعكمش. اوكي، والف شكر.